أتمنى بأن يحقق الانتصار الثالث. كرة تعود خطيرة أيضا لمصلحة الفريق الإيراني ليضغط من البداية، والهدف الأول. الهدف الأول يحضر الآن لنادي سبهان أصفهان الإيراني، وعن طريق اللاعب الخطير، اللاعب اللي واضح أمامك على الشاشة، اللاعب سكوياك هو اللي يسجل الهدف الأول، هو اللي يسجل الهدف الأول اللي حذرنا منه كثيرا. واحد من أهم الأسماء في تشكيلة نادي سبهان أصفهان الإيراني يتقدم بالهدف الأول عن طريق نجمة وأحد اللاعبين المحترفين في تشكيلة نادي سبهان أصفهان. فقط يحتاج إلى 3 دقائق. هنا أسامة هوساوي يطالب باللاعبين بالهدوء وعدم التسرع الآن، خاصة بعد تسجيل الهدف الأول لمصلحة الفريق الإيراني. لاحظون المرور والتقدم من حد صافي، لعب الكرة إلى اللاعب اللي لوحده في الأمام، اللاعب الكسندر سكوياجاك، اللاعب اللي يضع البصمة الأولى. النبي أن يعود إلى أيام زمان وما كان يقدمه. برونو ينطلق، برونو يلعب كرة لفيكتور، يلا يا فيكتور، يا سلام، الله يا الملكي، الله يا الأهلي، الأهلي يعود، الأهلي يعود، الأهلي العنيد يضرب بيد من حديد ويتقدم الآن ويسجل التعديل، يسجل هدف التعادل. الأهلي يسجل هدف التعادل. برافو، برافو للملكي، برافو لقلعة الكؤوس، برافو للأداء الراقي، برافو للراقي. الآن يعود سريعا إلى المباراة، هجمة منظمة، لوحة يرسمها لاعبو نادي الأهلي، والنهاية السعيدة تحضر بقدم فيكتور سيموس. فيكتور سيموس يسجل التعديل، وحارس المرمى جوردان يكتفي بمناظرة الكرة وهي تعانق الشباك. أصبحت النتيجة 1-1، أصبحت النتيجة 1-1. برافو يا فيكتور، وبرافو للأهلي العنيد. يسجل الآن هدف التعادل، يضرب بيد من حديد في الملاعب الإيرانية. وليد باخر ما ذكرت يترك سطر ويكتب على آخر. نتمنى له التوفيق في البطولة الآسيوية. كرة خطيرة، الثاني الثاني الثاني، يا عيني، الله يا برونو، الله يا برونو، وبرونو سيزار يسجل الثاني، والأهلي يقلب الطاولة على سبهان. الأهلي يقلب الطاولة على سبهان أصفهان الإيراني. عاد وتقدم، عاد وتقدم مرة أخرى. برافو يا الأهلي، برافو يا الأهلي، وبرافو يا قلعة الكؤوس، برافو للملكي. يقدم أداء ملكي كبير، يقدم أداء راقي، متعة متعة متعة. يظهر من خلال أداء نادي الأهلي إمكانيات كبيرة جدا. برونو سيزار، ما الذي فعلت بالمدافعين؟ لاحظ برونو سيزار، برونو سيزار سحب بمدافعين نادي سبهان. الاثنين وين راحوا؟ الاثنين وين راحوا؟ انتقلوا من فولاذ الى الاستقلال، وبرونو سيزار يقلب الطاولة الآن على نادي سبهان أصفهان. برافو يا الأهلي، الأهلي يتقدم بهدفين مقابل هدف. المباراة الثانية طاقم تحكيمي أوزبكي في هذه المباراة لاديسلاف. يا ولد يا العمدة، يا ولد يا العمدة، عماد، عماد يسجل الآن الثالث مع بداية شوط المباراة الثاني. العماني ينهي الأمور، العماني يسجل الثالث للأهلي، والملكي يضرب بالثلاثة، الملكي يضرب بالثلاثة كما فعلها نادي سبهان مع بداية شوط المباراة الأول. سجل الهدف مع الثاني، الآن يسجل الهدف الثالث اللاعب العماني عماد الحوسني. لاحظ الكرة الملعوبة، تمريرة ربما من وليد إلى عماد الحوسني. العمدة لعبها بطريقة جميلة خلف حارس أو من تحت حارس المرمى ليسجل الآن ثالث الأهداف. الأهلي يضرب بقوة الآن في شوط المباراة الثاني، في شوط المباراة الثاني. عقيل، عقيل بالغيث لعب كرة بالعاقل، عقيل إلى اللاعب العماني عماد. لمسة هداف كبير، يضرب بالثلاثة نادي الأهلي. سيزار، سيزار تمريرة طويلة، خلصها 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 خلصها.
خلاص 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 خلاص. فيكتور سيموس الوحش البرازيلي، الوحش البرازيلي يسجل الرابع، يسجل الرابع. لكن يا لها من مباراة يقدمها نادي الأهلي، الفريق الراقي يقدم أداء راقي ويظهر إمكانيات كبيرة. الأهلي يضرب بالأربعة، الأهلي يضرب بالأربعة، والأهلي ما أروع في هذه المباراة، الأهلي ما أروع. رباعية أهلاوية، والأهلي هو 100% في هذه المباراة. الأهلي يتقدم بالأربعة، تمريرة مميزة من نجم مميز إلى فيكتور، فيكتور مر تقدم تلاعب بحارس المرمى، وقف على كرته سددها ليسجل رابع الأهداف. يا عيني يا فيكتور، يا عيني يا فيكتور، لعيب مهاري. والبرايز ونادي الاستقلال اللي يتصدر الدوري الإيراني، بينما متصدر الدوري السعودي نادي الفتح. وهدف تقليص الفارق يحضر الآن، يسجل اللاعب فرشيد طالبي، فرشيد طالبي يسجل هدف تقليص الفارق لنادي سبهان أصفهان الإيراني. سبهان أصفهان الإيراني يعود ويسجل الآن هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة 4-2 في آخر 3 دقائق. وإن شاء الله يمرون على خير، إن شاء الله يمرون على خير. الأهلي يتقدم في شوط المباراة الثاني ويقدم أداء كبير. الآن في الدقائق الأخيرة خطأ من المدافعين، لحظة